قطعات خشب ونص دبة راح أسوي معلف يخلي الدجاج يأكل وما يضيع أي شيء. تابعونا للنهاية. نعم يا جماعة الخير، أول شيء راح نجيب خشب، وهاي الخشب راح أخذه وياي وخليه هنا، وهذا أم خشب. نعم، تشكوش، منشار، ودبة، وسكينة. يا جماعة الخير، شو راح تتوقعون يعني من هذه الدبة ومنشار وسكينة وبعد شنو تشاكوش ومسمار وقطعات خشب؟ شو راح تطلع؟ شو تتوقعون انتم؟ يلا اكتبوا بالتعليقات شو راح تطلع، ولكن هيا بينا حتى نشوف شو راح تطلع. ترى يا جماعة هاي الدبة يعني بهذا الشكل تشوفون بسيط، لكن أي شيء ما يقص. يعني حتى منشار جربته ما يقص، ومنشار الثاني جربته ما يقص، وسكينة بكيفه ما يقص، إلا بتشكوش على رأس السكينة حتى تقصها يعني، وتعبني هواي والله. كما تشوفون يا جماعة الخير، هذا عرض شكيت 30 سنتيم، يعني راح اخلي الخشب 30 سنتيم يعني بقد هاي الدبة. فأنا هسه أحتاج من هاي الخشب أبو 30 سنتيم 4 واحد، فراقصه هنا. شوف يا جماعة، نعم يا جماعة الخير، فأنا كنت أحتاج 4 من هذا أبو 30 سنتيم، فهسا جهزته وهسا راح أسويها وياكم. تابعونا إلى النهاية فنشوف النتيجة شو راح تطلع. هذا واحد صارت، نشوف القياس شو راح يصير. القياس زين لو لا؟ اي نعم، اوكي، القياس كلش مرتب وزين. نعم يا جماعة الخير، فنشوف القياس الثاني يصير زين مرتب حلو. نعم حلو، هسه حاليا حلو، ولكن النتيجة في نهاية الفيديو شو راح يصير ما ندري، ولكن نشوف شنو راح يصير والدواجن يأكلون منه لو لا.
نعم نعم يا جماعة الخير مشاهدينا الكرام الأعزاء، وصلت إلى هذه المرحلة، ولكن راح أخليها ونجربها جو شلون راح تصير. شوف الدواجن يأكلون منه لو لا. راح يشدها بهذا الحديد، ولكن كيف كان يعني كيف باو. شوف يا جماعة، كان بالطين وبالقاع والشغلات كلها وسخ. فهسه شو راح يصير باو؟ كيف كانت وكيف صارت، كما هاي اكو اغنية وما ادري شنو هاي شغلات. وهسه هم ايش كيف كانت وكيف صارت. شوف يا جماعة، نعم يا جماعة الخير، بعد أن شددت بالحديد فهسه راح أخليها أكل. ولكن الدواجن متعودين، ولكن يتعودون شوي شوي على أكل بهذه الطريقة وبهذا الشكل. شوف يا جماعة ايش قد صارت حلو، ايش قد مرتب. يا جماعة شوفوا الفرق بين البيضتين، بيض من الأوز وبيض من الدجاج. شوفوا يا جماعة، واو يا سلام تبارك الله. ولكن الدواجن بوا قام يأكلون يابا، يا سلام. يا جماعة الخير وصلنا لنهاية الفيديو، وأنا دائما بقول جماعة الخير ليش؟ لأن عندكم خير كثير ووفير. ممكن تقولون شلون؟ نعم بكل بساطة، اشتراك ولايك والتعليق، هذا يساعدني كثير وهذا خير. فالله يوفقنا الجميع. مع السلامة فيما بعد. فهذه المعلف طلع كلش حلو ومرتب.